هي استعدادات تسابق الوقت مع بداية شهر رمضان المبارك، تنطلق من خلالها التحضيرات الحثيثة لتجميع المواد الغذائية والأواني المنزلية تحضيرا لوجبات الإفطار، والتي جاءت هذه المرة من طرف مبادرات نسوية 100%. كلهم نساء، بتقديم المواد الغذائية، بزيارة المراكز لجلب المواد الغذائية للنساء، استعداد غسل الأواني، فرز الخضر، تجهيز ليوم إن شاء الله يكون يوم مبارك. النسوة راهم يروحوا الأسواق، حنا نروحوا نتمنى يكون لدينا تسهيلات، هذه اللي نتمناها، باش المرأة تجي شوية غريبة في ذا الوقت باش تروح للسوق، باش تخرج برا تلمد المواد الغذائية، تجي صعيبة في هذا المجتمع. ما كاينش المرضى كيقول لك عندك امرأة الدور هذه تجي راهي صرا، بصح حنا درناها وقاومنا، وان شاء الله باذن الله تكون لنا يد المساعدة من كل الجهات، من كل الناس المحسنين. كذلك هنا بهذا المقر لعابر السبيل بإحدى البلديات الحدودية بتيرت، والتي تعرف حركية كثيفة للمسافرين، تستعد بعض النسوة والشباب لخدمة عابر السبيل. وكل عام رانا في 10 سنين ولا أكثر رانا هنا في مطعم عابر السبيل مع المتطوعين، ونشكر كذلك المحسنين اللي راهم يعاونوا فينا كل عام ثاني كالعادة، ونشكر أيضا السلطات المحلية اللي راهي واقفة معنا على هذه العملية. رانا نحضروا، رانا بادين في التحضيرات تاع الأواني والغسيل والنقاء والطوابل والكراسي، رانا نوجدوهم. مرحبا بهم، الله يكونوا معنا، يوقفوا معنا المحسنين المتطوعين، يوقفوا معنا في هذه العملية إن شاء الله باش نكملوا شهر رمضان كما العادة. هذه الفكرة جات شغل عن طريق الوطني الرابط هذا بين ولاية البيض وولاية تيرت، وكذلك ولاية سعيدة وولاية تيرت، شغل حركة شغل ياسر هنايا، ولازم نديروا هذا العابر، هذه الجمعية كذلك هنايا. فثقافة خدمة عابر السبيل والسهر على تحضير وجبات الإفطار طيلة شهر رمضان أصبحت هنا عادة حميدة تجسد معنى التضامن الخيري بين الجزائريين.